السلام عليكم، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا من مطبخ حلو وحادق هنعمل النهارده معاكم صينيه بسيسه بطريقه سهله قوي. مكونات في كل بيت. معانا كوبايه الا ربع زيت، معانا كوبايه سكر، وهيبقى في نص كوبايه سكر تاني. هيبقى معانا كوبايه دقيق ابيض، ومعانا 2 كوبايه دقيق ذره اللي هو الدقيق الاصفر ده، 2 كوبايه على كوبايه دقيق ابيض. دي مقادير الصينيه الصغيره. ومعلقه بيكنج باودر كبيره، وهيبقى معانا كوبايه حليب. ولو في حليب تاني هيبقى ايه، مثلا كوبايتين او كوبايتين ونص. ومعانا بيضتين، ومعانا 2 باكت فانيليا. ماشي. ويبقى معانا معلقتين خل كبار. ماشي يا حبايبي، طبعا الطريقه سهله جدا وهنعملها النهارده بدون مضرب كهربائي، عشان اللي ما عندوش مضرب كهرباء او ما عندوش خلاط يقدر يعملها بالمضرب اليدوي اللي هو مضرب السلك. هننزل اولا بالبيضتين كده في الاول، وطلعت هشة وجميلة جدا. الموضوع مش بكترة البيض والله يا جماعة، يعني انا بعملها بالبيضتين مع معلقتين الخل، اقسم بالله بتطلعها هشة ومنفوشة. وطبعا الدقيق بيتنخل، كل الحاجات دي بتدخل هوا جوه صواني الكيك او البسيسة او ايا كان اللي بنعمله، بتديلها هشاشة روعة. بس اهم حاجة تبقى الخطوات سليمة. هننزل بالبيضتين كده مع بعض، وهننزل ب2 باكت فانيليا، وهنضرب حلو قوي بالمضرب السلك زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، لحد ما البيض ده لونه يفتح ويدي معانا فوم كبير كده. ماشي. ايوه كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. هنزل دلوقتي بكوبايه السكر. طبعا في نص كوبايه تانية انا حطيتها، بس ايه، لما عملت الكيكه ودقتها لقيتها دلع، رحت حاطه ايه نص كوبايه سكر تاني. انتوا بقى هتدوقوا، لو حسيتوا ان كوبايه السكر سكرها مظبوط معاكم مفيش مشاكل. لو عاوزين نص كوبايه تاني برضو مفيش مشاكل. فده على حسب الرغبة، بس هي عامة كوباية ونص كانت مظبوطة قوي. هننزل بمعلقتين خل كده كبار زي ما حضراتكم شايفين، معلقة الطعام اللي هي الكبيرة بتاعة الأكل. ماشي يا حبايبي. وهندوب برضو حلو قوي السكر مع البيض مع الخل لحد ما السكر يدوب معانا، على قد ما نقدر ندوبه. طبعا لسه هيتضرب تاني مع بقية المكونات. هننزل بكوباية الا ربع زيت، ويكون زيت نضيف ما يكونش زيت التموين عشان يدينا طعم حلو. هننزل بكوباية الحليب، ولسه فيه هنحط كوبايتين تاني مية، علشان ما كانش عندي حليب كفاية فالمية تكفي مفيش مشاكل. لو عندكم حليب حطوا برضو حليب، يعني مفيش اي مشكلة. المية مشيت معانا وكانت زي الفل والدنيا كانت حلوة. ماشي. وهنزود برضو كوباية مية تاني بس قدام شوية لما ننزل الدقيق. احنا بس نزلنا كوباية حليب وكوباية مية عادية من الحنفية خالص، وهندوب كويس كده زي ما حضراتكم شايفين المكونات كلها مع بعضها. ماشي، يا رب تكون الامور كلها واضحة ليكم دلوقتي هننزل بكوباية الدقيق الابيض، هننخلها طبعا في، مكنتش لسه نخلتها في المنخل السلك او المصفى السلك الصغننة دي، او لو عندكم منخل اللي هو بتاع الدقيق مفيش مشاكل. طبعا النخل ده بيدخل هوا جوه الدقيق، بيخليهولنا هش وجميل جدا. لازم النخل يا جماعة. ماشي. معلقة البيكنج باودر الكبيرة بمعدل كيس بيكنج باودر او كيس كيك شيف اللي هو بيتباع بره. وده دقيق الذرة اللي هو الدقيق الاصفر. طبعا بنزود كوباية دقيق ابيض ليه مع الدقيق الاصفر، عشان ما يبقاش فيها، لان الدقيق الاصفر بيشرق شوية، فعشان لو حد كل طفل كل ولا حاجة ما يتأثرش ويروح في الزور ويتعبه. فالدقيق الابيض بيخليها لينة شوية. دي معلقة بيكنج باودر كبيرة. ماشي. هنبتدي بقى نقلب حلو قوي ونشوف سمك البسيسة معانا عاملة ازاي. لو احتاجت كوباية مية تاني هنزود. ما ينفعش تبقى تقيلة قوي عشان ما تطلعش معانا مكتومة، احنا عاوزينها هشة يا جماعة وطرية كده، وتبقى ايه يعني ما شاء الله، تبقى حاجة حلوة كده تشوفوها، تبقى منفوخة معانا كده. فمش عاوزينها تبقى تقيلة، كل ما العجينة تبقى تقيلة بتبقى مكتومة وبتبقى مش ظريفة وبتبقى تقيلة حتى في أكلها. فاحنا هنلاقي ان العجينة تقيلة هنضطر ان احنا نزود كوباية مية تاني. وهتشوفوا دلوقتي هوريكم سمك العجينة عاملة ازاي.
في الكيك بنعمل كده، في البسيسة بنعمل كده، حتى لو هنعمل الكيك الاسفنجي برضو لازم يبقى هش وبيبقى خفيف عشان خاطر الحاجة تبقى هشة وجميلة. اهو كده زودنا نص كوباية بنص كوباية، وبرضو بنقلب ونشوف سمك العجينة معانا بتبقى عاملة ازاي، وهوريكم دلوقتي السمك المظبوط، وبتطلع في الاخر قمة الروعة. هننزل برضو بنص كوباية تاني، يبقى احنا كده استهلكنا 3 كوبايات سوائل، كوباية لبن على كوبايتين مية. عاوزينهم كلهم لبن مفيش مشاكل، بس الكوباية اللي معانا زي ما انتم شايفين صغيرة، فانتوا هتعايروا كل المقادير بكوباية واحدة، السكر والزيت والدقيق واللبن كله بكوباية واحدة. ماشي يا حبايبي، انا عشان ما كانش عندي كوبايات تاني من نفس الشكل، فدول شوية اللبن، كوباية اللبن اللي كانت عندي صراحة. بصوا سمك البسيسة عاملة ازاي، لازم تبقى سايلة كده، والكيكة بتبقى بنفس النظام. ماشي يا حبايبي، كده كنا ايه في التوقيت ده بقى انا لقيتها دلعة، فمن ورا الكاميرا حطيت نص كوباية سكر تاني صراحة، لان انتوا عارفين سكر التموين مش بيحل كويس غير السكر الخارجي، فحطيت نص كوباية تاني. انتوا برضو بتدوقوا كده، لو حسيتوا ان كوباية السكر مظبوطة معاكوا، في ناس بتحب سكر الحاجة معقول، وفي ناس بيحبها زيادة، وفي ناس بتحبها وسط، فكده كان الوسط كان المظبوط قوي، كان كوباية ونص. ماشي كده، هننزل بقى في الصينية بالسائل بتاع البسيسة. ماشي يا حبايبي كده كنا نزلناه زي ما حضراتكم شايفين كده. دي صينية صغيرة، دي اصغر حجم في صواني الالومنيوم. ماشي، بنحطها كده يعني ضربتين كده على المطبخ عشان يطلع منها هوا. كده كنا سويناها، حطيناها في الرف الاوسط على درجة حرارة عالية، وبعد كده هدينا النار، ولما استوت من النص طلعناها على الشواية. ويا رب وصفة البسلة لو عجبتكم تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وده كان شكلها النهائي ما شاء الله. بصوا ما شاء الله منفوشة ازاي وجميلة، ومقاديرها بسيطة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.